شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الناس مع القرآن على أقسام. من الناس أيها الإخوة الكرام من أقام حروف القرآن، قرأ القرآن، ختم ختمة ختمتين أقل من ذلك أو أكثر، لكنه العمل عند ذلك الإنسان في القرآن ضعيف. ومن الناس من يقيم الحروف ويقيم حدوده. ولذلك أيها الإخوة الكرام الذي يقرأ القرآن وربما لا يمتثل أو لا يطبق، فإنه ينطبق عليه قول الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ربنا في آية أخرى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. السلف رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في قضية العمل بالقرآن. ينزل القرآن ينطلقون إلى العمل مباشرة ولا ينتظرون. وأعطيكم بعض الأمثلة على ذلك. لما نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية هي التي قطعت دابر الخمر. البعض من الصحابة رضي الله تعالى عنه ما زال على شربه للخمر. لما تليت هذه الآية ماذا فعلوا؟ من كان كأس الخمر في يده رمى الكأس، ومن كان الخمر في فمه مج الخمر، وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. قارنوا حال هؤلاء بحال مدخن ربما يجاهد نفسه منذ سنوات ولا يستطيع. لماذا؟ لأن الإيمان في قلبه ضعيف، وهو يقرأ قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لما نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي من نتيجة حبوط العمل. هذه الآية سمعها ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب النبي وكان صوته جهوري رفيع. لما سمعها بكى رضي الله تعالى عنه، قال: أنا المعني في هذه الآية. انطلق إلى بيته في قلبه من الحزن والأسى ما الله به عليم. النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد. أين ثابت؟ قالوا في بيته، يقول: نزل في قرآن أمر به عليه الصلاة والسلام. لما أتى قال: يا رسول الله أنا الذي أرفع صوتي فوق صوتك. قال: لا، لست أنت، إنما أنت تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بمعنى لن تنالوا أعلى درجات الإحسان حتى تنفق. من ماذا؟ ريال، 5 ريالات، أمرها يسيرة وإن كانت عند الله عظيمة، لكن مما يحب الإنسان يحتاج ذلك إلى الإيمان. وإذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يبحث عن أحب ماله إليه، وإذا بها مزرعة اسمها بيرحاء، كانت مقابل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيها ماء عذب وفيها نخل طيب. أتى إلى النبي وقال: يا رسول الله إن الله أنزل ما أنزل، وإن أحب مالي إلي بيرحاء فخذها في سبيل الله. فخرج منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان في عام الرمادة، عام مجاعة، أصيب الناس بمجاعة عظيمة في زمن عمر، حتى قال عمر: والله ما أصابنا إلا بسبب ذنوبنا، رضي الله تعالى عنه. كان في ذلك العام لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى تغير جلده. يكلمه الصحابة في ذلك فيقول: بئس الوالي أنا إن أنا شبعت والناس جياع. أتت إلى عثمان 1000 بعير من بلاد الشام. وانظر الآن إلى الحال أيها الإخوة الكرام. أتوا فلما دخلت الإبل خرج التجار وفرصة لهم، قالوا لعثمان: نعطيك بقيمتها ضعف. قال: قد أعطيت أكثر. قالوا: ضعفين. قال: قد أعطيت أكثر. قال التجار: 5 أضعاف الثمن. قال عثمان: قد أعطيت أكثر. قالوا: من أعطاك ونحن تجار المدينة؟
قال إن الله أعطاني بالحسنة 10 أمثالها، ثم تلا قول الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال أشهدكم أني أخرجتها في سبيل الله. ننفق ريالات يسيرة أيها الإخوة الكرام، وربما نخشى الفقر، بل نقرأ القرآن وربما نناقض في نفس اللحظة. ألسنا نقرأ قول الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم انظر إلى مجالسنا، كلام في فلان وفلان، أين كلام الله الذي لو نزل على الجبال لتصدعت؟ ما باله ينزل على قلوب رقيقة لينة لا تتأثر. تجد الواحد منا ربما يقرأ قول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وهو قاطع لرحمه ليس منذ أشهر بل ربما منذ سنوات. نقرأ قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وتجد أن البعض من الناس ربما يتربع أمام هذه الوسائل التي تعرض نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. تريد أن تستفيد من القرآن؟ اعمل بالقرآن. إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، انظر ماذا يريد الله. إن كان أمرا قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وإن كان نهيا فانتهي أمر الله. هنا تستفيد من كلام الله الذي هو هدى وشفاء ونور لما في هذه الصدور. أسأل الله جل جلاله أن نكون وإياكم من أهل القرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احشرنا ووالدينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم متعنا بالنظر لوجهك جل جلالك وتقدست أسماؤك. اللهم حرم هذه الوجوه ومن يسمع على النار، اللهم حرمها على النار، اللهم حرمها على النار. اللهم اجعلنا ممن إذا خرج من هذا المسجد وإذا بك تشهد الملائكة بقولك قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.